تبقى قاعد في امان الله يقوم حد معلي صوته سنه صغيره، او الباب يخبط جامد، او حد يقوم باصص لك بصه معينه كده، تقوم فجاه ومن غير اي مقدمات تلاقي نفسك جسمك بدا يتنفض ويترعش وتنفجر من الغضب، او تفصل تماما عن الواقع وتتجمد مكانك. الناس اللي حواليك تبص لك باستغراب وتقول لك انت مكبر الموضوع ليه؟ ما حصلش حاجه. بس هم ما يعرفوش انك في اللحظه دي انت مش معاهم اصلا. ورأيي وتحليلي إن أقصى حاجة في اضطراب كرب ما بعد الصدمة مش الذكرى السيئة نفسها، أقصى حاجة هي الإحساس بالظلم والتشويش، إن أنت نجيت من الحادثة أو من العلاقة المؤذية أو من الفقد أو من الاستنزاف النفسي المستمر، بس جسمك لسه محبوس هناك. الناس فاكرة إن الصدمة مجرد ذكريات وحشة، إن إحنا كده محتاجين إن إحنا نعدي عليها وننساها، بس الحقيقة العلمية بتقول إن الصدمة هي إصابة عمل حقيقية في جهازك العصبي. واللي بيحصل جوه دماغك وقت الصدمة العنيفة إن الجزء المسؤول عن أرشفة الذكريات وختمها بختم إن ده حصل زمان وانتهى، اللي هو اسمه الحسين، بيعطل تماما، فالذكرى ما بتتختمش بالتاريخ القديم. النتيجة إنك لما بتتعرض لأي محفز يفكرك بالصدمة، مخك ما بيقولكش إن إحنا بنفتكر، مخك بيقولك إن الخطر بيحصل دلوقتي حالا. الموضوع عامل بالظبط زي شريط كاسيت قديم سف وعلق على نفس المقطع المرعب وعمال يزيد ويعيد فيه بلا توقف. طبيب النفس الشهير بيسل فان دير كولك لخص المعاناة دي في جملة عبقرية وقال إن الجسد يحتفظ بالصدمة. عشان كده كل محاولات الناس إن هم يهدوك بكلام منطقي، زي إن هم يقولوا لك مثلا اللي فات مات فكر في بكرة، ما بتنفعش وبتعصبك أكتر، لأن المنطق بيخاطب القشرة الدماغية اللي هي فيها مركز العقل، بس الصدمة بتخزنها في عضلاتك، بتخزنها في نبضك، بتخزنها في جهازك العصبي. أحدث المدارس العلاجية زي العلاج الجسدي بتقولك ما تتخانقش مع أفكارك، احنا محتاجين ندي إشارة الأمان لجهازك العصبي الأول ونقول له إن الحرب خلصت وانتهت من زمان. هنا نلاقي توافق مذهل وعميق مع تراثنا في علم النفس الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل مع المكلوم أو المصدوم أو الخايف ما كانش بيبدأ بالموعظة المنطقية، كان بيبدأ بالاحتواء الجسدي الحسي. كان يمسح على الرأس أو يضع يده الشريفة على الصدر ويدعو بإنزال السكينة. السكينة في القرآن الكريم دايما بتنزل على القلب، المركز الجسدي، عشان تهدي العاصفة الفسيولوجية قبل ما يهدي العاصفة العقلية. الإسلام يعلمنا الرحمة بالجسد، لأن الجسد هو الوعاء اللي بيشيل ألم الروح. لما نرد روحنا للحاضر ونستشعر معية الله سبحانه وتعالى في ان احنا موجودين دلوقتي، دايرة الرعب دي بتنكسر. المرة الجاية لما تحس ان في محفز او تريجر بيسحبك للماضي، ما تقاومش الفكرة عقليا، استخدم تكنيك علاجي اسمه التجذير. المس حاجة خشنة بايديك، ركز في 3 ألوان موجودين حواليك، امسك حتة تلج او اغسل وشك بمية ساقعة جدا. ابعت رسالة حسية قوية لجسمك في ان احنا موجودين دلوقتي عشان تفوقه وتقول له احنا في سنة 2026، ان انت خلاص كبرت وان الخطر عدى وانت دلوقتي في امان. لو بتعاني من اثار صدمة قديمة، انا عايز اطمنك انك مش مجنون وانك مش بتبالغ وانك مش نكدي، انت انسان بطل نجيت من معركة قاسية جدا، وجسمك المخلص لسه بيدافع عنك لغاية دلوقتي بشراسة. اديله مساحة ان هو يطمن، ومش عيب انك انت تطلب مساعدة متخصص يساعدك في انك انت تفك الشفرة دي وتتحرر من الماضي. احفظ الفيديو ده عشان لما تحس ان انت فصلت عن الحاضر ترجع له يطمنك. ابعته لحد نيجي من صدمة ولسه عمال يعاني في صمت. تابعني عشان موضوع جديد لرأي وتحليل. سلام.